التراثية في الحوار، فإن قيل قلنا، فإن قلتم لا يقال كذا لأننا نقول، ولا يعترض لأننا نجيب. تراثنا مبني تراثنا تراث حواري ويعلم الحوار ويعلم، وعندنا علم خاص اسمه علم الجدل أو ما يسمى بالبحث والمناظرة. وأنا وددت لو أن هذا العلم يقرر على جميع الكليات في العالم الإسلامي والعالم العربي، لأننا الآن يعني أصبحنا نعاني من طريقة الفهم وطريقة الحوار. تسأل الشخص عن ألف فيجيبك عن ياء ويظن أنه يتحدث في صلب الموضوع. هذه مشكلة. فبدأنا فعلا وجربنا وسجلنا بعض المحاضرات، لكن واضح أنها ستفشل وأنها ستتحول إلى ما يشبه التجارة طبعا والأزهر، فيمكن أن يقبل أن يكون يوما ما دكان البيع العلم عن الاستراتيجية. فلكن إن شاء الله نفكر الآن عن الأوقات فتحت في الأزهر مليئة بالأوقات والعلوم، وإن شاء الله الخبرات التي سوف آخر العام نصل فيها إلى أخبار بأن يكون هناك إفادة للأوقات الذي يتخصص في علم معين مثلا لا يريد أن يدرس على نمط الجامعة إنما على نمط العلوم القديمة، يريد مثلا أن يدرس اللغة العربية، النحو والصرف، كتب الأولى والمتوسطات والمطولات كما. فإن شاء الله هذا ممكن وده سيضاعف عدد الوافدين. بالنسبة لابننا العزيز سيادة النائب الشيخ فضيل، أنا ما شفتش يعني أزهري شاطر أو اسمح لي يا فضيل أزهري عفريت زي الشيخ فضيل. شوف، أولا قدم إلي دعوة في منتهى الوقت ساعة واحدة، هذا أولا. ثانيا قال أنا أرشح السلام ماليش في أصل والأضواء. بالنسبة لي الآن أصبحنا يعني يسموه لا بالعكس بيجيبوا يكتبوا كان في رسالة يعني حاول الشيخ ناصر الرئيس عمل كتابية للسيد أنا سأقرأ لك يا شيخ فضيل إن كان إن شاء الله فيها خير ربنا يقولها. وأذكر بالمناسبة كان هناك شخص في فضيل وجاء وقال أنا سأترشح في كان اسمه الشعب عندنا، فأدعو الله عليه. فقلت الله أنا أقول إن كان فيها خير لا نشوف خير شر. فأنت يا شيخ فضيل يعني نقول كان فيها خير لك ولا أنت ما يهمكش خير وشر. إن شاء الله ربنا يعني يوفقك لك ويفتح فيها خير. ويهمنا أن يكون ابننا الأزهر هنا كما تفضل المحافظ، ونعم ونائب ولكنه أزهري، نعم هو محافظ ولكنه أزهري، وزير ولكنه أزهري. نحن نفتخر دائما لما نثبت الجماعة يعني حكمهم ضيقة ويتهمون الأزهر بأنه مركز للمناهج المتشددة. دائما نحتاج بكم هنا وفي الجزيرة وفي كذا، ونقول يعني انظروا إلى الأزهريين ومنهم رؤساء دول. إن شاء الله يا شيخ فضيل كده ربنا يعني يكرمك ونشوفك شخص مهم كبير. واضح انك انت مهتم بالظهور والاضواء اكثر من العلم، لكن يجب عليك ان تعلم ان العلم لا يعيش تحت ظلال الاضواء ابدا. فعليك ان تختار اما الظهور
يسجلك أو يعني يكتب اسمك في سجل الخالدين وتقرأ بعد 1000 عام، هو العلم بوجه الله. والعلم مرتبط يعني أنا حفظتها دائما. قد سألت الفقر أين أنت مقيم؟ قال في محامل الفقهاء إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. فإذا أردت يعني العلم تستعد للزهد أولا، تسعى في الدنيا أولا حتى تفرح في العلم، لكن هنا هنا وهنا دع العلم جانبا. إن شاء الله تبدأ على العلم السياسي كبير كده إن شاء الله إليك بالله. أنا عندي يعني بعض الملاحظات. هناك بعض التيارات التي تحاول أن تصرف أبناء الأزهر هنا عن أزهرهم وعما تعلم. لا أقصد أنا فيه، لكن في المنطقة واحدة في يعني في أفريقيا وفي وربما بعض معاهد في مصر يعني احذروا هؤلاء، لأن لهم مسائل مغرية إلى أبعد الحدود، ينفقون أموالا كثيرة جدا ووعود يعني ابتلاء مناصب. المهم أنه يعني يترك ما تعلمه في الأزهر ويبدأ تعليم جديد. احذروا هؤلاء، واحذروا أن يؤتى الأزهر من قبلكم بعدما قدم لكم وبعدما أغدق عليكم، وأنتم تعلمون ماذا قدم لكم الأزهر وماذا قدمت لكم أيضا مصر. وأنتم حقيقة أبناء بناتي وأبنائي، مصر على التقدم وأبدا ما دمت يعني في هذا الموقع وما بقيت في حياتي هذه الدنيا، أنا لا أتخلى عنكم أبدا. هذه رسالة التي سنقاسمها. وأنا طبعا يعني لا أنسى أظهر اعتزازي الشديد وفخري بالدكتور محمد زيد، طبعا تلميذي، وهو الآن ما شاء الله يعني رجل مهم في التربية. إن شاء الله سيكون أهم وأهم أيضا. نعرف من الرحم تبادل الأفكار إن شاء الله بعد زيارة الثالثة هذه الدولة العظيمة ومخلصة للأزهر ومخلصة لمصر. أنا ما سمعت نشيد بلادي كاملا إلا هنا في أندلس. وأنا هذا أقوله في مصر عادة، نحن مصر على قدر المسجل، لكن والله حتى يعني دمعت عيني وهو يعني قصيدة كاملة. فإن شاء الله سنصدر قرار بعد عودتي إلى المساعدة إن شاء الله. إن شاء الله واحدة خاصة واحدة خاصة بالتواصل مع الأندلسية حصلا أو حصلا فقط. إن شاء الله أقدم لكم أرجو كم طالبة التخصصات ما هي، من منهم يعمل في التدريس، من منهم مسرح. عندنا استعداد نختار الخريجات لا يقعدن هنا نستخدمهن على نفقة الأزهر لفترة 6 أشهر نقابلهم إذا كنت تقرأ الوعظ يعني قواعد. بدأنا في مصر وعينا 200 واعظ. ممكن نطبق هذه الفكرة هنا ونحن نتحمل أن تأتي وتدرب 6 أشهر على الوعظ وعلى أدوات الوعظ. إن كان لديكم استعداد لهذا أنا أعلمكم من الآن أرسل لنا العدد، وفي خلال شهر إن شاء الله يكون عدد.
رسالة السلام التي جاء بها الإسلام، والتي يعتبر الأزهر هو الحارس الأمين عليها. شكرا لكم، وأنا سعيد جدا. ويعني أنا ما زرتش البلد هنا مرتين، لكن لسه 3 مرات، وفعلا هذا اللقاء شجعني إن شاء الله، رغم أنني أكره السفر، لكن شجعني على أن نأتي إن شاء الله مرة.